2 الفجر بتوقيت جرينتش، معنى كده ان السوق شغال بقاله 4 ساعات. الساعة 10 بالليل يوم الأحد بتوقيت جرينتش فتحت بورصة استراليا، وبعديها بساعتين فتحت بورصة طوكيو، وبعديهم بساعة فتحت بورصة شنغهاي. الذهب فتح عند 412 ونزل ل 4058 قرب منطقة الدعم 4050، وشغال دلوقتي عند 4070 4080. في الثلاث أسواق دول الذهب شهد هبوط من 412 ل 4058، وده بسبب هدوء الحرب التجارية وتحركات ترامب في عقد اتفاقيات تجارية في ماليزيا. وهيحضر مؤتمر التعاون الاقتصادي في كوريا الجنوبية يوم الثلاث والأربع، وهيلتقي بالرئيس الصيني يوم الخميس. معنى كده ان في تقارب تجاري بدأ يحصل ما بين امريكا وما بين اسيا، بدليل ان الراجل بنفسه رايح اسيا. فاللي يقول لي ان الاجتماع هيفشل تقريبا ده كلام مش سليم، لان الراجل رايح لغايه اسيا، يعني هو رايح لغايه عندهم. فطالما رايح لغايه عندهم معنى كده ان في رغبه جديه جدا من امريكا لتهدئه الحرب التجاريه، وبالتالي الثلاث اسواق اللي فتحوا دول استجابوا للكلام ده. وانت كمتداول لو كنت دخلت صفقات بيع عند مستويات 412 كنت هتحقق مكاسب ل 4058. هراجع معاك مستويات الدعم والمقاومه: 4050 مستوى دعم اول، 4000 مستوى دعم تاني، 400 مستوى مقاومه اول، 450 مستوى مقاومه تاني. هحدث على مدار اليوم اي جديد فيما يخص التحليل الاساسي والحرب التجاريه اللي بدور هيأثر على التحليل الفني.